الوجع الحقيقي بيجي لما الخيانة تكون من أقرب الناس ليك، من اللي كنت شايف فيهم الأمان والظهر. والخداع لما بيجي من حد كنت بتسنده وواقف جنبه بيوجع ضعف الوجع، لأنك وقتها بتحس إنك كنت عايش في كدبة كبيرة. أنا آدم، عندي 39 سنة، هحكي لكم قصتي ومين اللي خدعني، والشخص ده هيكون مفاجأة ليكم زي ما كان مفاجأة ليا. أنا الابن الأكبر لأمي وأبويا، وعندي أخ وأخت، بس أنا طبعي مختلف عن أخويا. كنت أنا دايما أحب أسمع كلام أمي وهي بتتكلم معايا، ومش بمل أبدا من الكلام معاها، على عكس أخويا على طول بره مع أصحابه. وكمان كنت دايما بعد ما اتخرجت من كلية واشتغلت أشتري طلبات البيت من مرتبي. أما أخويا ياسر كان يقول لماما: أنا اشتريت لك النهاردة 2 كيلو سمك، ها؟ إيدك على حقهم بقى. هديلك تمنهم ماشي، ما انت براوي مش زي أخوك ما شاء الله عليه. وفضلت أشتغل في بلدي، لكن كان جوايا طموح السفر، وده لأني إنسان طموح، وكمان عايز أساعد أهلي وأرفع مستواهم وأعيشهم في مستوى أحسن. وفعلا قدمت على السفر لدولة عربية واتقبلت. وبعد فترة من سفري بقى عندي المقدرة المادية إني أبعت فلوس لأهلي، ووقتها كانت أختي إيناس هتتجوز وكانت محتاجة لشوار. وقلت لماما وقتها: مش عايزك يا ماما تشيلي هم شوار أختي إيناس، أنا هبعتلك فلوس وهاتلها اللي هي عايزاه. ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ملناش غيرك، دي أختك برضو لازم تجيب لها أحسن حاجة، ويبقى هاتلها معاك حاجات حلوة كده من هناك، وما تنساش أخوك برضو، هاتلي بنته حاجات حلوة، ما انت عارف مراته لسه والدة. وفي يوم لقيت ماما بتكلمني وتقولي: بقولك يا آدم يا حبيبي، الشقة اللي احنا فيها دي ادمت قوي ومحتاجة تتوضب، ممكن تبعت لنا فلوس عشان نوضبها؟ انت عارف معاش ابوك صغير ومش هيقدر على المصاريف دي. طبعا يا ماما، من بكرة ان شاء الله خلي بابا يتفق مع العمال عشان يبدأوا في توضيب الشقة، وانا هبعت لبابا الفلوس، وعلى بال ما الشقة تتعمل روحي انتي وبابا وعيشوا في شقتي المقفولة. وفي يوم كلمت ماما وقلت لها: أنا الحمد لله يا ماما دلوقتي استقريت وبقى عندي شقة لوحدي، وما بقيتش عايش في شقة العزاب، ومحتاج منك تجيبي لي عروسة، بس عايزها تعيش معايا هنا. معلش يا ماما هتعبك معايا، بس انتي عارفة ظروفي اني بعيد، تدوري لي على عروسة وانا اول منزل اجازة هشوفها، وربنا ييسر الامور. طبعا طبعا يا حبيبي، ده انا لسه كنت بتكلم مع اختك امبارح وبقول لها اخوكي ادم صعبان عليا قوي، لازم بقى يتجوز زي اخواته واشوف عياله. حاضر يا حبيبي، هدور لك على عروسة من عينيا. شفت يا اخوكي ادم، طلب مني امبارح عروسة، عايز يتجوز طبعا، بكرة يتجوز وتيجي مراته وتنسيه اهله. حرام يا ماما، ما هو لازم يتجوز عشان يبقى له بيت وزوجة زينا، زوجة تونسه، هو عمل اللي عليه معانا وحقه يستمتع بفلوسه. هو أنا يعني قلت إن أنا مش راضية أجوزه؟ طبعا عايزة أشوفه متجوز وسعيد وأشوف عياله كمان، بس أنا بقولك إنه أكيد هيتغير معانا بعد جوازه، ومش هيبقى كريم معانا زي الأول. ده هو اللي عمل عملية لأبوكي بقد كده، وهو كمان اللي كل ما ينزل يجيب لنا معاه هدوم، ده هو اللي ملبسنا. وبعد شهور كلمت ماما وقلت لها: ايه يا ماما الأخبار؟ فات وقت طويل، كل ده ومش لاقية عروسة مناسبة ليا. أنا يا ماما تعبانة قوي هنا من غير زوجة، كل حاجة بعملها بنفسي، وانتي عارفة ضغط الشغل هنا، ده أنا أحيانا من كتر التعب برجع من الشغل أرمي جسمي على السرير من غير حتى ما أفكر في الأكل، رغم إني ببقى جعان. ايه يا ماما، ما لقيتليش حد بقى؟ يا عيني، يا عيني يا ابني، ربنا يقويك ويوسع في رزقك. صدقني دورت كتير بس ما لقيتش واحدة بنت حلال تناسبك، وانت يا حبيبي تستاهل أحسن واحدة. طيب يا ماما، ايه رأيك في بنت خالتي رضوى؟ أنا شفتها عن قرب في فرح أخويا، جميلة ومحترمة وكبرت ما شاء الله عليها.
لا يا حبيبي، دي مش مناسبة ليك. ليه يا ماما بتقولي كده؟ دي حتى بنت أختك. لا لا، أنا مش بقول حاجة عليها يا حبيبي، بس عشان هي أصغر منك ب10 سنين ولسه بتتعلم، وانت عايزها تسافر معاك. يا ماما دي في الكلية، مش في إعدادي يعني. وإيه المشكلة لو خطبتها واستنيتها سنة ولا سنتين؟ يا سلام يا آدم، لما يكون لك مزاج لحاجة. انت مش لسه قايل انك مستعجل على الجواز؟ ده غير كمان انت اللي هتشورها وتجيب لها كل حاجة. ما انت عارف اختي وجوزها على قدهم. انا هدور لك تاني وان شاء الله هلاقي واحدة مناسبة. هو انت يا ماما دورتي امتى على عروسة لاخويا ادم؟ وبعدين رضوى بنت خالتي كويسة جدا ومناسبة لاخويا. لا كله لرضوى. يعني انت عايزة بنت خالتك تتجوز اخوك المسافر وتعيش سعيدة وتبقى احسن منك؟ وانتي متجوزة يا خايبة حتة موظف. انا اجوزه واحدة غريبة احسن. وايه المشكلة يا ماما؟ كل واحدة بتاخد نصيبها، وانا مرتاحة مع جوزي الحمد لله. اسكتي انتي. اللي انا شايفاه صح هعمله. انا هشوف له واحدة تكون كده غلبانة ومش بتاعة طلبات، عشان اخوك يفضل خيره علينا وما تاخدهوش مننا. وفي يوم لقيت ماما بتقولي: انا لقيت لك يا حبيبي بنت كويسة قوي. هي مش تعليم عالي زيك، هي معاها تعليم متوسط، بس باين عليها انها طيبة وبنت حلال هي واهلها، وموافقة كمان تسافر معاك. يعني يا ماما واثقة فيهم كويس الناس دي؟ ده جواز، وبعدين ظروف سفري هتجبرني ان اكتب الكتاب على طول. ما تقلقش يا حبيبي خالص، انا اخترت لك صح. ونزلت مصر ورحت انا وبابا عشان اقرا فتحة صفاء اللي ماما جابتها لي. وابوها قال لي: والله يا ابني احنا شاريينك، انت باين عليك انسان محترم وابن حلال، ومش هنخاف على بنتنا صفاء انها تسافر معاك زي ما انت عايز. انت هتاخدها بشنطة هدومها، واحنا بقى نبقى نشتري لها حاجاتها وعفشها لما تنزلوا مصر وتستقروا. وبعدين انتم كده كده هتعيشوا وتستقروا هناك، يعني مش مستعجلين على الحاجات. هجيبها انا على مهلي. خلاص يا عمي اللي انت شايفه، انا هكتب الكتاب قبل ما اسافر على طول. انا نازل المرة دي اجازة شهرين، وانا بقى لما هسافر هناك هجهز لها ورقها وهي تبقى تجيلي هناك. وبعد قراية الفاتحة قلت لماما: هي صفاء بنت شكلها طيبة، لكن بصراحة مش مرتاح لأهلها. يعني مش عارف هم بخلة ولا هم على قد حالهم ومش مقتدرين ماديا. انا بصراحة مشيت في الموضوع ده عشان انت يا ماما اللي جبتيلي البنت دي، وانا بثق فيكي جدا. لا لا يا حبيبي، هما مش بخلة ولا حاجة، وكمان مش فقرا. دول عندهم ورث كبير ومبسوطين. انا سألت عليهم كويس، بس يمكن انت اللي فهمتهم غلط. يا ماما انا بصراحة مش مرتاحة للجوازة دي. ازاي هسافر واعيش مع واحد معرفوش ويا دوب شفته مرتين تلاتة؟ انتي ما تفكريش كتير، انا امك وادرى بمصلحتك ومصلحتنا. ده واحد مسافر وهتعيشي في خيره وهتعيشينا معاكي. وجات لي صفاء وعاشت معايا، بس هي ما كانتش شبهي خالص ولا مناسبة ليا، وده للأسف اكتشفته متأخر، لأنها خلاص بقت مراتي. ومن أول أيام جوازنا وفي مشاكل كتيرة بينا، مش بتسمع كلامي، وما كانتش نظيفة لا في نفسها ولا في البيت، وكمان بتغير من كل اللي حواليها. وكنت دايما أقول لها: يا صفاء، أنا تقريبا كل يوم باكل من بره، أمال أنا اتجوزت ليه؟ قلتلك 1000 مرة اتعلمي ازاي تطبخي وبنظافة لو سمحتي. حتى لبسك، كل اللبس اللي جبتيه معاكي في الشنطة اللي جيتي بيها مش عايزك تلبسي منه أي حاجة. أنا هشتريلك لبس جديد على ذوقي، واهتمي بنظافتك الشخصية. انتي دلوقتي واحدة متجوزة. هو انت مش شفتني قبل ما تتجوزني وعجبتك؟ دلوقتي مش عاجباك ليه بقى؟ يا ماما انا عايزة اتطلق من آدم، ده على طول انا مش عاجباه. مش عاجبه اي حاجة بعملها، لا اكلي ولا لبسي ولا شكلي، وساعات بيتعصب عليا كمان. وبعدين مش بيرضى يديني مصروف في ايدي، يقولني:
أنا اللي بجيب طلبات البيت، يبقى إيه لازمة المصروف؟ عشان كده بضطر آخد فلوس فكة من جيبه عشان ما يحسش إني باخد منه حاجة، وبعدين أجمدهم من جارتي عشان أقدر أبعت لكم فلوس زي ما طلبتي مني. اوعي يا بت تنطقي كلمة الطلاق دي على لسانك. انت عايزة تطلعي من المولد بلا حمص؟ خلفي منه الأول وبعدين اتطلقي براحتك. وفي يوم كنت نازل أنا وصفاء مصر، لقيتها حاطة في شنطة السفر أكل وخزين البيت، ولما سألتها قالت لي: أبدا، أنا واخدة شوية حاجات كده لماما، ما احنا عندنا أكل كتير. هو في حد جاي من السفر يهادي أهله بشنطة رمضان دي؟ المفروض نجيب علبة شوكولاتة مثلا. لأ، أنا أهلي مش بتوع شوكولاتة. وبعد ما صفاء خلفت لقيتها اتغيرت للأسوأ أكتر، وفي يوم قالت لي: أنا المرة دي مش عايزة أنزل معاك، نزلني قبلك بشهر أنا وابني عشان أقعد مع أمي حبة قبل ما أنت تيجي. ويوم سفرها استغربت إنها نزلت مصر بكل هدومها وحاجاتها اللي جبتها لها، بس ما حطيتش في بالي أي حاجة. بس فوجئت أول ما نزلت مصر إنها رفع عليا قضية طلاق ونفقة. ومش كده وبس، دي أخدة ورق من البيت قبل ما تسافر اللي بيثبت إني مسافر وبقبض كويس عشان المحكمة تحكم لها بنفقة عالية، يعني عاملة حسابها على كل حاجة. بس أنا قلت لها وقتها: وليه محكمة يا بنت الناس؟ عايزة تطلقي هطلقك عادي، ونفقتك هتوصلك من غير محاكم وقضايا. وخليكي فاكرة إن انت اللي خربتي البيت بنفسك، وكمان خنتيني وهنا عليك ابنك. وأنا كده عمري ما هثق في واحدة خاينة زيك، أخدت ورق مهم من جوزها من وراه عشان طمعها. ومرت سنتين كان كلهم زعل من التجربة اللي مريت بيها وبعد ابني عني. ما كنتش طايق بعده، مش طايق إن أتجوز تاني، لحد ما بابا كلمني وقال لي: ما ينفعش يا آدم يا ابني تعيش كده من غير جواز، اللي حصل ده نصيب، وإن كنا أسأنا الاختيار المرة اللي فاتت، المرة دي نحسن الاختيار. إيه رأيك يا آدم؟ أنا شايف أنسب واحدة نثق فيها ونعرفها كويس ونعرف أهلها هي رضوى بنت خالتك. أنت عارف يا بابا، أنا كنت طالب رضوى من ماما من قبل ما أتجوز، بس ماما وقتها عرضتني عشان رضوى أصغر مني. انسى كل ده، أنا هخلي مامتك تطلب من أختها إننا عايزين رضوى لآدم، وإن شاء الله توافق على ظروفك. أنا ما كنتش عايزة الجوازة دي، بس الموج علي عليا، وآدم عايز رضوى للمرة التانية، والمرة دي أبوه كمان عايزها. مضطرة أكلم أختي وأطلبها. مش مشكلة، خليهم يتجوزوا، وأنا بشطارتي بقى هخليه يطلقها. ورضوى وأهلها وافقوا بيا رغم ظروفي، عشان إحنا أهل وقرايب، وأنا كنت محبوب جدا وسط أهلي. والحمد لله اتجوزت رضوى ولقيتها شبهي في كل حاجة، وحسيت إن ربنا عوضني بيها عن اللي شفته في جوازتي الأولى. بس المشكلة إني كنت كل ما أكلم ماما كالعادة ألاقيها مش بتجيب غير سيرة رضوى مراتي بطريقة تخليني أنفر منها حبة حبة. وفي مرة قالت لي: عارف يا آدم، دي رضوى كانت بتكلم أختك وتقول لها: أنا فرحت لما آدم أخوكي طلبني للجواز عشان هو مسافر وهيجيب لي كل طلباتي. باين كده يا آدم، باين من كلامها يعني إنها طمعانة فيك. وفي مرة تانية لقيت ماما بتقولي: يا آدم يا حبيبي، دي رضوى مراتك قالت لأختك: انت ليه يا إناس بتاخدي كل شهر فلوس من أخوكي آدم، وانت جوزك بيشتغل ومش محتاجة. بص يا حبيبي، أنا بس بقولك عشان أنبهك قبل ما تخلف منها. هو انت كل شوية هتجيب عيال وترمي؟ اوعى تقول لها إن أنا اللي قلتلك الكلام ده، ماشي؟ وعشان الزن على الودان أمر من السحر، رديت على ماما في مرة وقلت لها: باين كده يا ماما كلامك عنها صح، دي لسه رضوى كانت قايلالي إنها عايزة مصروف، شكلها فعلا طمعانة فيا. هو أنا ليه حظي وحش كده؟ ده أنا كنت سعيد معاها، ليه تطلع كده؟ ما تزعلش نفسك يا آدم يا حبيبي، بكرة جوزك أحسن منها.
وفعلا تم الطلاق بيني وبين رضوى بعد سنة جواز. وأكتر حاجة دفعتني للطلاق ده، رغم إني حاسس إني ظلمتها، هي خوفي إني أجيب طفل ويبعد عني زي تجربتي الأولى. مين اللي قال إن الست بس هي اللي بتزعل بعد الطلاق؟ الراجل كمان بيزعل. بعد الطلاق مريت بأيام صعبة عليا قوي، خصوصا إني كنت اتعلقت برضوى لأني ما شفتش منها أي حاجة وحشة. بس أنا كنت واثق في كلام أمي ثقة عمياء. أمي أكيد هي اللي قادرة، وأكيد كلامها صح وعمرها ما هتكدب عليا. وفي مرة شفت حلم غريب جدا. شفت أمي وهي حطالي فرشة مش نضيفة، وكأن السرير محروق، وبتقولي تعالى نام عليها، دي فرشتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي مرة كالعادة كنت نازل مصر، بس حصل ظرف في شغلي خلى ميعاد نزولي يتقدم أسبوع، وقلت انتهزها فرصة عشان ما تعبش أهلي ويستقبلوني في المطار زي كل مرة. وأنا واقف قدام الباب ومعايا شنط السفر بتاعتي ولسه هفتح بالمفتاح، سمعت ماما بتكلم أختي إيناس وبتقول لها كنت لازم أخلي آدم يطلق رضوى، ده كان باين في كلامه معايا إنه بدأ يحبها، ولو حبها هتاخد كل حاجة وهينساني وينسى أبوه، حتى انتي مش هيبعتلك كل شهر زي ما اتعود. بعد ما زرعت في دماغه فكرة إنك انت المسؤول عني أنا وعن أبوك وعن خواتك، هيقطع عننا كل ده أول ما هيخلف منها. أنا عارفة إن رضوى كويسة، بس أنا اللي قلت كلام على لسانها هي ما قالتهوش، وهو بيصدقني. وعارفة، استغلت تجربته الأولى وخوفه من الغدر والطمع، وزرعت في مخه إن رضوى شبه مراته الأولى وأوحش منها كمان، عشان كده استجاب لي بسرعة. ها، إيه رأيك في أمك؟ أكيد عجبك. يا ماما وليه كل ده؟ حرام الظلم. حبيبي انت جيت، حمد لله على سلامتك. أمي هي اللي دمرت لي حياتي؟ طب ليه بتحب إخواتي ودايما تطلبوا مني أجيب لهم طلباتهم وأساعدهم، وأنا مش بتحبيني؟ هو أنا مش ابنك برضو؟ أنا بالنسبة لك مجرد بنك؟ يا حبيبي أنت فهمتني غلط. إن كنتي كل اللي عايزاه مني فلوس، أنتي برضو أمي، وفلوسك هتوصلك كل شهر زي ما هي، بس مش عايزة أتعامل معاكي تاني. أنا راجع هناك عشان الغربة طلعت أحن عليا من وجودي معاكي. ودي المفاجأة اللي كنت عمري ما هصدقها، اللي لما سمعتها بنفسي. أمي اللي أنا الوحيد من بين خواتي طول عمري حنين عليها، تعمل فيا كل ده. أنا مريت باختبارات كتيرة صعبة في حياتي، بس دي أصعب حاجة مريت بيها لأنها أمي. قولولي أعمل إيه مع أمي؟ هل أقاطعها فعلا ولا أتعامل معاها وأسيبها لربنا؟ مش عارف أعمل إيه.